هو ينفع الراجل يشتغل مع مراته في نفس المكان؟ انا هقولك. اشتغلت فين قبل كده؟ ما انت عارفه. بقولك انا معرفكش. انك انت وجوزك تشتغلوا مع بعض في نفس المكان ده سلاح ذو حدين، يعني يا اما الدنيا تظبط وتبقى عسل، يا اما الموضوع يضرب في وشك. علشان اكون صريحة معاكم، الموضوع له مميزات وعيوب. اولا المميزات، هتشوفوا بعض كتير جدا، ولو شغلكم بتقعدوا فيه كتير اهو مونسين بعض ومقدرين ظروف بعض، وهتوفروا كمان بنزين العربية. والاهم بقى انك هتطمني انه استحالة يلعب بديله من وراكي لانه قدامك، فلو لعب بديله هتقفشيه. العيوب بقى انكم من كتر ما هتشوفوا بعض هتزهقوا من بعض. الله، ده انت واخده قرار بقى. ولما تبقوا متخانقين الشركة كلها هتعرف انكم منكدين على بعض، ولو حد فيكم بيغير على التاني اوفر ساعتها الشغل هيتحول لجحيم وخناقات وعينين بتبرق وتطق شرار وجز ووجع قلب. فدي المميزات ودي العيوب. قولولي في الكومنتات انتوا رأيكم ايه. انا نرمين لطفي وده بيتك ومطرحك.